نشرت المذيعة ريهام سعيد على حسابها الشخصي على انستجرام مجموعة من الفيديوهات اتهمت فيها طبيب التجميل اللبناني بتشويه وجهها. كشفت ريهام سعيد عن التغييرات اللي حصلت في وشها بعد إجراء عملية التجميل على يد الطبيب من حوالي سنة. ووضحت ريهام سعيد وقالت: أنا أول مرة أظهر في بث مباشر، وظهرت ده عبر الانستجرام على حسابها الشخصي. وقالت: أنا ظهرت عشان أثبت إن أنا تعرضت لتشويه كامل في وشي، وان انا مش هسيب حقي وهفضل الاحق الطبيب ده قضائيا لحد ما اخد حقي. ردت ريهام سعيد وقالت ان الطبيب ده قبل شهرين حقن لها وشها بالفيلر، وقالت انها لاحظت ان في خياطه في وشها وان الخياطه دي تعتبر اجراء. صرحت ريهام سعيد وقالت ان الطبيب اللبناني ده متزوج من صاحبتها انابيلا هلال. كمان قالت الاعلاميه ريهام سعيد انها لما شافت الخياطه في وشها اضطرت ان هي تعمل تاتو عشان تخفي علامات الخياطة اللي موجودة في جبهتها. ولمحت ريهام سعيد وقالت: أنا مش هقدر أمثل تاني بشكل المشوه ده. واتفاعل المتابعين مع ريهام سعيد بشكل كبير، وخاصة بعد ما عيطت وبكت ريهام سعيد على السوشيال ميديا وقالت: أنا مش قادرة أظهر بالشكل الطبيعي بتاعي تاني، وأنا بقالي شهرين بتعالج، وأنا أصبت خلاص بعدد من التلفيات وبحتاج لعملية جراحية مجددا. وصرحت ريهام سعيد وقالت: أنا محتاجة عملية تجميل هتتعمل في أوروبا وتكلفتها 200 ألف دولار. تابعونا دايما على قناة حكاياتك عشان تشوفوا كل الجديد في عالم الفن والمشاهير لحظة بلحظة.